السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. القصة ديال اليوم نقدر نستافد منها أنا ولا تقدر تستافد منها أنت ولا نجي، حيت القصة ديال اليوم غتكون فريدة من النوع ديالها. بعض المرات كيبان ليك شي واحد جالس راسو وطالع عليه الدنيا في الدماغ ديالو، ما باغي يهضر مع حتى شي واحد، ما باغي يمشي مع حتى شي واحد، باغي يجلس قرار راسو، حيت عارف اللي غادي يعطي ليه راسو ما غادي يعطي ليه حتى شي واحد. المهم نطرقوا القصه ديالنا ديال اليوم. كان معنا واحد الدري اللي باقي شاب، باقي كيقرا في السانكيام. صافي الدري كيضرب حطه زوينه اليوم، غدا يضرب حطه اخرى. المهم كيعجب الدريات، كيتصاحب مع هادي كيتفارق مع هادي، دوز المراهقه ديالو بخير. الاب ديالو كان عنده واحد المحل وكان معايش بيه الدار ديالو مزيان، وكان مالي في الدري ديالو حيت كان عنده هو وعنده واحد 3 الخواتات، هو اللي دري عنده في الدار. ما علينا، هذاك الدري قال لي الوالد ديالو اجي خرج من القرايه حيت انا عارفك ما دير فيه والو، واجي نعلمك الصنعه معايا اللي غادي تدبر عليها على طرف ديال الخبز وغادي يعيشك مزيان. الدري ما بغاش، قال لي الوالده خليني انا غادي نمشي ندبر على راسي في جهه اخرى. المهم دازت الايام وهذاك الدري مشى كيخدم في خدمه اخرى، خدم هنا خدم ليه. المهم استقر في واحد الشركه، هذيك الشركه ضرب فيها واحد 3 سنين، ضرب فيها واحد المصاريف اللي مزيان، وتعرف على 20 جداد. صافي ولاو كيخرجوا ب3 ولا 4. المهم ولاو عنده 20 ديالو بزاف، ولا كيسلف هذا يصرف على هذا، خاص هذا شي لعيبه يعطيها ليه. المهم اي واحد كان كيتعامل معاه بهذيك اللعبه ما يسمى بالرجوله. ما علينا، صافي بقى غادي معاهم على هذا السيستيم هذا، هو كيعطيهم وهما ما كيعطيو والو، كيعطيو القرنابي الهضره خاويه، انت صاحبنا انت هادي انت هادي. هذيك الدري دوز بيرمي ولا كل نهار كاريه طوموبيله في شكل ومطلع مع 20 ديالو. بقى على هاد الحال حتى واحد النهار داك الشركه اللي كان خدام فيها دارت فايت. هذاك الدري جا جلس في الدار وبقى نفس العاده، كل نهار كاري طوموبيل، كل نهار حطه. المهم هذيك الفلوس اللي كانوا عنده طبهم كاملين. الوالد ديالو جا عنده قال لي يا ولدي اجي خدم معايا، راه باقي الوقت وتقدر تتعلم ودير بزاف ديال الحوايج. قال لي الولد ديالو لا هي لا ما باغيش نتعلم هذيك الحرفه. دازت ليا الاب ديالو شوفه هذاك الدري مشى لهاديك الحانوت اللي كان كيقول لي ديما نجي ليه باه، ما دارش بالوصيه ديالو. هذاك الماتريال اللي كان عند الوالد ديالو بدا كيبيع فيه باش يصرف على صحابه. المهم كل نهار كيبيع حاجه حتى باع الحانوت كامل ما خلى فيه والو. صافي ولا كيفكر منين يجيب الفلوس باش يصرف على 20 ديالو. جاش واحد الفكره في الدماغ ديالو بانه يبيع هذيك الحانوت ديال بواه. مي قال لخواتات ديالي راه غاديين يضربوا بحقهم وهادي انا نعطيهم شي لعيبه ونسكتهم. المهم باع هذاك الحانوت، عطى للخواتات ديالو واحد الباي ويضرب هو الحصيصه الكبيره. صافي بدا الشراب، شرا طوموبيل، كاين الخسير ليا على بنادم وحتى شي واحد ما فيه الخير في الاخر. المهم نكملوا القصه ديالنا. هذاك الدري هزق وما بقى منين يجيب الفلوس، وهذاك 20 ديالو بدا كيمشي بالواحد حيت العوينه اللي كانت عندهم منين يشربوا نشفات. كل مره صافي العلاقه كتقطع مع واحد حتى ما بقى عنده حتى شي واحد. هذاك الدري هو يعرف القالب اللي
هذيك الساعه عاد عرف الاب ديالو شنو كان كاين ليه يجي يخدم في الحانوت. الاب ديالو كيف ما عارفين حنا وعارفين نتوما، اي واحد كيبغي يخلي الخليفه ديالو، والاب ديالو كان بغى يخليه خليفه على الحانوت ديالو. مي الدري كاع ما كان عارف وكاع ما عارف باللي الدنيا دنيئه او دواره، كتدور من حال لحال، مره يكون عندك مره ما يكونش. خاصك تستغل اي فرصه تجيك كيف ما كانت. كيف ما كيقولوا الناس ديالنا القدام، راه كاينه فرصه واحده في الحياه. مي هاد الفرصه بالنسبه لي انا راه ما جاتنيش. الدراري اللي جاتو كتب لينا في كومونتيرات. بعض المرات كتكون خارج من شي واحد مازال الا تعرفتش عليه، يا كيشوفك يا باك يا الام ديالك يا شي خوك كبر منك مدوز عليك، كيقولوا ليك بعد من هذاك خونا ما غاديش يليق ليك. انت شنو كتقول في الدماغ ديالك؟ اش كيخربقوا هادو. المهم انت كتصادع معاهم ولا كتقول لهم شي حاجه اللي غتكعيا، مي مني كتعرف هذاك خونا على حقيقته عاد كيبقى فيك الحال بزاف. المهم كنتمنى الخوت يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. كان معكم خوكم الناتشو، ما تنساوناش من جيم كومونتير. وهاد القصه عاوتاني غير من الخيال، ممكن نحاولوا نوصلوا لكم واحد الميساج اللي زوين وغادي يفيد بزاف فينا. وكاين اللي استفد وكاين اللي ما استفدش، كل واحد وجهه النظر ديالو. تهلاو ليه في راسكم وتهلاو في الوالدين، حيت صراحه راه الربح من الوالدين والخساره من الوالدين. بيس ليكم كاملين الخوت.